هذا أمر يأتي في سياقه الطبيعي. روسيا دولة كبيرة ولديها يعني إمكانيات كبيرة، ولديها قيادة أيضا تعمل لمصلحة شعبها وقيادة رشيدة، وكان لها تاريخ في المنطقة، ويعني تعثرت الخطوات في مرحلة من المراحل في هذه العلاقات. أنا أرى أن العلاقة مع روسيا الآن تحقق المصلحة للشعب المصري في مجال تبادل المصالح التجارية والاستثمار ومجالات الاستثمار والتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا. وإحنا يعني لدينا مشاريع كبيرة أنشئت طبقا للتكنولوجيا الروسية، من السد العالي ومولدات الكهرباء ومحولات الكهرباء، مجمع الألمنيوم في نجع حمادي، مجمع الحديد والصلب، مشاريع كبرى نشأت في مصر وأسست في يعني عشرات سنين. هذه بنيت على تكنولوجيا روسية. هناك أيضا خبرة روسية في المجالات العسكرية، وكان هناك تعاون وثيق بيننا وبين روسيا في مرحلة الاتحاد السوفيتي في المجال العسكري. هناك أيضا من درسوا الدراسات العليا في روسيا وعادوا بخبرات علمية كبيرة، وبالتالي إمكانيات روسيا والتكنولوجيا الروسية والتقدم العلمي التقني الصناعي الروسي، نحن نحتاج إلى ذلك في مرحلة النهوض والنمو لكي تنمو مصر حقيقة. فنأخذ الخبرات ونحقق المصلحة مع الأطراف الخارجية أينما وجدت، وروسيا جزء من المجتمع الدولي العالمي. طيب سيد الرئيس،